السلام عليكم الدراري. مدرب باريس سان جيرمان كيخرج بتصريح عالمي على أشرف حكيمي بعد ما تألق اليوم، وأيضا لقطة الحكيمي واعرة جدا بعد نهاية المباراة. عطى التوني ديالو لواحد المغربي بالصورة وكيفاش دار. نبداو بالتفاصيل. أول حاجة قال جالتي بعد المباراة عبر شبكة برايم فيديو: لقد كانت أمسية مثالية، تعامل اللاعبين بكل جدية رغم أنني كنت أكثر تخوفا منهم قبل أيام قليلة من كأس العالم. لذا قررت استبدال ميسي ونيمار وراموس رغم عدم مشاركة الأخير في المونديال، لكنه يعاني من إرهاق بسيط في عضلة الساق. وبخصوص أشرف حكيمي قال لسجل الهدف الثالث بعد ما سال الماتش ب5-0: أشرف سريع جدا، أو حتى سريع مثل كيليان مبابي، يعني بحال السرعه ديال مبابي، بحيث انه ما يقدرش يقول لي بانه اكثر من مبابي يقدر يتقلق. راكم عارفين الفرنسي. يلعب بطريقه عموديه جدا حكيمي، ويجب ايجاد التوازن الصحيح. كنت افكر في بدايه الاسبوع فيما اذا كان يريد المشاركه في مباراه اليوم، واذا لم يكن لديه اي توتر نظرا لمشاهده لاعب من منتخب بلاده في تولوز، او الا وهو زكريا بوخلال، اصيب الليله الماضيه، ولكنه حكيمي لم يرسل أي إشارة وقام بمباراة جيدة للغاية. وبالنسبة للقطة الجميلة اللي طرات بعد نهاية المباراة هي على الشكل التالي: حكيمي نقز ومشى عند واحد المشجع مغربي مدوي الاحتياجات الخاصة وعطى التوني ديالو كما كتشوفوا حاليا. ضحك صراحة حكيمي، تواضع، وكما كنقولوا رغم انه كبر في الاسبان لكن كتحس به ولد الشعب. كنتمنى له كل خير وقدم اضافه مع المنتخب المغربي في المونديال. تهلاو في راسكم.